تيست 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 تيست. تمام، حاسس انه مظبوط. يلا، السلام عليكم. اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. لو اول مره تشوفني فانا مؤمن اصلا، وده تالت فيديو في القناه ان شاء الله. في الحقيقه كنت ناوي اعمل الفيديو ده بعد ما السنه بتاعتي كلها تخلص، بس بما ان خلاص فاضل اقل من شهر وتخلص، فحبيت اشارك معاكم تجربتي بعد اول سنه بره مصر. فجهز كوبايه الشاي المتينه كده ويلا بينا. الفيديو ده قبل ما يكون فيديو كان مجرد حاجة من الحاجات اللي كنت بقعد اكتبها وانا زهقان وكده، بحيث ان انا كل فترة ابص عليها وافكر نفسي واشوف انا وصلت لفين. فمن كام يوم كده بقول لنفسي، طب ليه يا مؤمن تاخدش الكلام اللي انت كاتبه ده وتظبطه وتبستفه وتعمله فيديو كده تفكر نفسك بيه وتفكر غيرك يعني بالكلام اللي انت كاتبه ده. وحصل اللي حصل. مبدئيا كده خلينا نسمي السنة ده اسم، والاسم ده نقدر ان احنا نطلقه على اول سنة لاي حد بره. فانا هسميها سنة الخوازيق. الخوازيق، وهتعرف ليه. خلينا الاول نرجع فلاش باك كده سنه لورا، في الفتره اللي كنت بجهز فيها اوراق السفر وكده. طبعا كاي حد بقى بيسافر وكده، كنت بسال ناس سافرت قبل كده تجربتها عامله ازاي، وايه الغلطات اللي وقعوا فيها عشان ما اقعش فيها انا كمان. وفعلا بعد ما سالت ناس كتير بقى كنت بقول لنفسي بقى هي ازاي الناس دي وقعت في الغلطات دي. ما اظنش ان انا هقع في الغلطات دي يعني. وده معانا اول خازوق، المقلب اللي انت واخده في نفسك او اللي انا كنت واخده في نفسي يعني. فاكر ان تقييمك وتصرفاتك في اللحظه اللي انت تسمع فيها الكلام ده وانت قاعد في وسط اهلك هو نفس تقييمك ونفس تصرفاتك في اللحظه اللي انت هتكون فيها لوحدك. المهم الايام جرت وخلصت اجراءات السفر، وعلى فكره هيكون في فيديو كامل عن اجراءات السفر كلها، فاستنوه. فبعد ما خلصت الاجراءات كان خلاص فاضل بقى يومين ثلاثه على ميعاد السفر يعني. في الفترة اللي انت قبل ما تسافر فيها على طول بتحب انك تعمل كل حاجة انت بتحبها في البلد دي. يعني مثلا تشرب عصير قصب، تاكل كشري كل يوم لمدة اسبوع مثلا، تزور قرايبك اللي انت مشفتهمش من زمان، تقعد مع اهلك قعدة حلوة، تروح تقعد مع اصحابك عشان تودعهم بقى وكده. فيعني بتعمل كل حاجة انت مش هتعملها وانت متغرب. وجينا اليوم السفر، بتروح المطار مع اهلك وتودعهم، تمشي شوية وتبص تاني وراك، تمشي شوية وتبص تاني وراك. الحاجات اللي انت بتشوفها في الافلام دي بالظبط يعني. اللحظة دي بقى مرحلة انتقالية في حياة أي حد، واللي سافر فاهم الكلام ده كويس. فجأة كده بتلاقي نفسك معاك الشنط بتاعتك، والمفروض انك تخلص إجراءات المطار وإجراءات البوردنج باس وإجراءات الطيارة، بحيث انك تلحق الطيارة وما تفوتكش. وبعد ما تنزل من الطيارة الأولى بيكون عندك بقى الطيارة التانية اللي بتكون من مدينة لمدينة، اللي هي الدوميستيك أو الطيارة اللي هي الداخلية. فلازم تتصرف بسرعة بحيث انك تلحق الطيارة التانية وما تفوتكش. خلصنا من الطيارة ونزلت المطار بدون مشاكل الحمد لله. خدت الشنط وطلعت بره المطار، تشوف بقى اللي مستنيك عشان يوديك السكن او المكان اللي انت هتقعد فيه. وصلت، حطيت حاجتك، نمت شوية عشان يا عيني طبعا مقتول من السفر. خلاص نمت لك كام ساعة حلوين، فنمت صحيت. من هنا بتبدأ حياتك في بلاد الغربة. انا طبعا كنت صاحي من النوم لسه مش فاهم اي حاجة في اي حاجة. فالمهم صاحي عطشان قوي بقى فبقول للواد اللي تحتي: ووتر، ووتر ووتر بليز. المهم قال لي في ميه يعني وكده. فالمهم خدت الميه، شربت. فالمهم بقى قمت، طلعت الشبشب من الشنطه، حطيت الشبشب وقلت هخش الحمام واطلع عادي يعني. فلقيت الواد اللي معايا في الاوضه بيقول لي: يا ابني الشبشب مش بيتلبس هنا اهو، الشبشب ده بيتقلع بره وانت بتطلع انك وتلبسه بره يعني. فما كنتش اعرف ان السجاير ده عندهم حاجه مقدسه كده. فواحده واحده بتبدا تاخد على المكان اللي انت قاعد فيه، وتتعرف على العادات الجديده اللي هم بيعملوها وكانت غريبه عليك قبل كده. وبتاخد على كل حاجه مع الوقت يعني. اول فتره بقى حلاوة بدايات أي تجربة جديدة بتمر بيها. كنت مع عالم، مع ناس عارفهم من ساعة ما اتولدت. عالم ممل مفهوش أي حاجة جديدة، لعالم بتبدأ فيه من الصفر بشهادة ميلاد جديدة، مع ناس ولا تعرفهم ولا يعرفوا عنك أي حاجة. وبتبدأ إنك تشوف الدنيا من منظور تاني خالص. في أول شهر شهرين كده تكون حاسس إنك مبسوط والدنيا جميلة، والناس تتصل بيك تقولك عامل إيه يا عم ويا بختك يا عم. تقول لهم إنك مبسوط، وإنت مبسوط فعلا. طب إيه المشكلة لحد دلوقتي؟ ما الحياة حلوة وجميلة أهو. انا هقولك ايه المشكله. المشكله ان فرحه البدايات دي مهما طالت فهي لها وقت وتخلص، وتبدا احاسيس مختلفه تاخد مكانها جواك. طب ايه الاحاسيس دي يا عم؟ ببساطه هتواجه الحقيقه اللي انت عايشها من اول يوم بس مش قادر انك تشوفها. كل ده حقيقه ان انت بعيد عن كل حاجه قريبه من قلبك وبتحبها، بعيد عن الاكل والاماكن اللي كنت بتروحها مع اصحابك قبل كده، ودلوقتي في وسط ناس مهما كانوا كويسين وبيحبوك الا ان الشعور ده في اغلب الوقت هيسيطر عليك. حقيقة إن سفرك ده كان مجرد خطوة، مش الهدف اللي أنت عايز توصله. ولو أنت مش مخطط أنت عايز تعمل إيه بعدين كويس،
هتفضل محلك سر. هتعرف ان اغلب الوقت المشكلة بتكون مني ومنك، مش دايما بتكون في الظروف اللي حوالينا، اللي للأسف اغلبنا بياخدها كشماعة لأي غلطة بيغلطها في حياته. طب هتقول لي يا مؤ، يعني اسافر ولا افضل جنب اهلي وناسي احسن؟ ثانية بس، انا لسه ما قلتش اي حاجة. والله بص، قبل ما تسافر، حتى لو هتسافر محافظة ثانية لفترة طويلة، انت محتاج تسأل نفسك كام سؤال، وتحط في الاعتبار بعض من العوامل كده، تحدد على اساسهم هل انت قادر على الخطوة دي ولا لا. هل هتسافر سنة واحدة وبعدين تقول خلاص انا جبت اخري، ولا هتقدر تكمل المشوار للاخر؟ لازم تعرف ان الخطوة دي، او خطوة انك تروح مجتمع جديد حتى، هتقابل فيها حاجات كتير انت ما كنتش قادر انك تستوعبها قبل كده. هتتعرض لحاجات كتير قوي مخالفة لمبادئك وفطرتك والطريقة اللي اتربيت عليها. في حاجات انت كنت شايفها كبيرة قوي، واللي بيعملها ده خلاص عدى الخطوط الحمراء بليفلين تلاتة كده يعني. بس هتلاقي اغلب اللي حواليك بيعملوا نورماليزنج للحاجات دي، او بيخلوا من الحاجات دي حاجات طبيعية. فوانت مش حاسس كده، مع الوقت بيبدأ يحصل لعقلك كده برين ووشنج او غسيل مخ، فبتبدأ تشوف الحاجات دي حاجات طبيعية. اللي عايز اقوله اللي انت هتعرض لفتن كتير وحاجات حلوة كتير. طب هتقول لي يا عم الفتن موجودة في كل حتة، انت ليه مكبر الموضوع كده؟ هنرجع برضه لنفس الخازوق اللي قلت عليه في الاول، ان انت فاكر تصرفاتك وتقييمك للمواقف وانت قاعد في البيت مع اهلك وسط ناسك هيكون نفس تصرفاتك وتقييمك للمواقف وانت لوحدك. طب بعد الكلام ده، ايه الحل يا مؤمن؟ الحل ببساطة انك تقعد مع نفسك، تشوف هل انت مستعد للخطوة الجديدة اللي انت رايح عليها دي. انا مش بتكلم على خطوة السفر بعينها، الخطوة دي ممكن تكون حاجات تانية كتير انت مقبل فيها على مجتمع جديد برضه. هل انت شخص عنده وعي كافي وسيطرة على نفسه في وسط كل الحاجات اللي انت هتقابلها دي؟ طب اقول لك على حاجة، الاجابة لا. انا اضعف من كده بكتير، ويمكن انا مش انسب شخص يقدر يتكلم عن الموضوع ده، لان انا ساعات كتير قوي بتوه وببعد عن الحاجة اللي انا اصلا جاي عشانها من الاول. ولكن عارف انا بعمل ايه؟ الموضوع ببساطة ان انا مش بخلي الحاجات دي تتملك مني طول الوقت. خلينا واقعيين، غصب عنك هيكون في افكار وتصرفات هتكون جزء منك وانت مش حاسس. خلينا كده نعتبر كل الحاجات اللي بتعطلك والمشتتات دي عبارة عن العامل اكس. فانت محتاج مجموعة من التصرفات والحاجات اللي هنرمز لها بواي تكون مساوية لها في القوة والتأثير، بحيث ان انت تكون انسان متوازن. هديك مثال بسيط عشان اوضح النقطة دي اكتر. دلوقتي مثلا انا واحد بقعد على الموبايل عدد كبير من الساعات، وعايز اقلل استهلاكي للموبايل، تمام؟ فانا بدل مثلا ما هقعد 4 ساعات هقعد ساعه واحده في اليوم. طيب انا قعدت ساعه واحده في اليوم ودلوقتي فاضل لي 3 ساعات، هتعمل فيهم ايه؟ معرفش. يبقى اللي عايز اوصله ايه؟ ان مش منطقي تقول انك مش عايز تعمل الحاجه دي، او انك مش عايز تركز مع الحاجه دي وانت ما عندكش حاجه بديله ليها اصلا انك تركز معاها. فهمت الفكره؟ كل الكلام ده يتلخص في المقوله بتاعت الامام ابن تيميه رحمه الله: نفسك اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طبعا متوقع ان انا اقول لك ان انا خدت كورسات وتعلمت سكيلز كتير وذاكرت لي السنتين قدام في السنه دي. الاجابه لا. السنه دي مطلوب منك حاجات كتير قوي تعملها، اهم من كل الحاجات اللي انا قلتها دي. يعني مثلا بدات اقرا عن ديني وعقيدتي اكتر، اللي مش هيكون لي غيرهم بعدين. اصل ما ينفعش ان حد يكون اجنبي يجي يسالك مثلا عن معلومه في الدين وانت انسان عربي وتكون مش قادر انك تجاوب عليه. السنه دي فرصه انك تعرف فين الحق وفين الباطل. ما تسمعش بقى للجماعه اللي بيقولوا اصل مفيش حقيقه مطلقه، كل واحد شايف الحقيقه من منظوره هو. ده كلام فارغ، مفيش حاجه اسمها كده. الحقيقه موجوده حواليك في كل حته، بس هتدور وهتلاقيها. والاهم فوق كل الكلام ده، اعرف ايه هو الهدف من حياتك. انا قعدت السنه دي كلها ادور بس ورا السؤال ده لحد ما وصلت لجزء من الاجابه، ولسه طبعا ما عنديش الاجابه الكامله، لسه في حاجات كتير هكتشفها مع الوقت. الفرصه اللي انت رايحها دي ايا كانت ايه، فهي فرصه انك تجاوب عن كل الاسئله اللي شاغله بالك من زمان، فرصة انك تطلع انسان واعي وعنده منطق سليم. وفي نفس الوقت هي ممكن تكون فرصة انك تطلع انسان مشوه فكريا وماشي مع اي حد في اي حاجة. بس برضه يا عم انت ما جاوبتش على السؤال، انت عمال تدخلني في متاهات يمين وشمال. يعني هل انت راضي عن قرارك ده؟ قبل ما اسافر انا كنت متفق مع نفسي اتفاق مهم جدا، ان ايا كان اللي هيحصل انا مش هندم على القرار ده. انا ما ينفعش اندم على القرار ده. يعني ايا كان اللي هاخده من التجربة دي فاخد الحلو منها وخلاص، وهي في الاخر مرحلة انتقالية في حياتي يعني. زي ما قلت انها مش الهدف اللي المفروض الواحد عايز يوصل له. فايا كانت التجربة هتستمر 5 سنين 6 سنين، فهنخلص التجربة ونخش على الخازوق اللي بعده. فحابب اقول ان الفرصة دي خلتني اعمل علاقات كتير مع ناس بحبهم وبيحبوني، وبصراحة ده هو اللي خفف شعور الغربة تماما يعني. السنة دي ساعدتني ان اكتشف حاجات كتير ما كنتش اعرفها عن نفسي، واني بعد ما اخد كل خازوق في السنة دي اتعلم منه ازاي، مش هعدي كده وخلاص. السفر والبعد عن الحاجات اللي بتحبها، سواء لسنة سنتين او اكتر، برغم ان لها عواقب طبعا، إلى إنها خطوة تخليك تستشعر النعم اللي أنت كنت شايفها بسيطة
ويمكن كمان ملهاش قيمة زي قعدة عيلة أو قعدة صحاب، أكلة محشي أو بشاميل من إيد الحاجة. لما ترجع تاني بلدك وتشوف الحاجات دي هتلاقيها لا تقدر بكنوز الدنيا. بس كده، أنا خلصت. محبتش أطول عليكم وأدخلكم في تفاصيل كتير، حبيت أحكي لكم التجربة بشكل عام وإيه الحاجات اللي قابلتني على شكل كلام أنا كنت بقوله لنفسي ودلوقتي بقوله قدام الكاميرا. وفي النهاية مننساش ندعي لإخواتنا في غزة والسودان وكل المستضعفين في الأرض اللي اتخذ منهم كل حاجة وتغربوا هم في بلدهم، واحنا زعلانين عشان متغربين عن اهلنا في بلد تانية مش اكتر. فربنا معاهم ويعينهم وينصرهم باذن الله. وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك بقى واشتراك في القناة وشير مع اي حد من زمايلكم مقبل على خطوة جديدة سواء سفر او اي خطوة في الدنيا يعني. ويا رب دايما تكونوا بخير. مع السلامة.